زراعة البن. نجحت زراعة البن في مصر، ويمكن زراعته في المنزل أو في الأرض الزراعية، ويزرع من البذور ويزرع من الشتلات. يفضل زراعة البن في ظل جزئي أو تحت الأشجار كالموالح والمانجا والنخيل، لأن البن يحتاج درجة حرارة من 18 إلى 28 درجة. وتجود زراعة البن في التربة الخفيفة جيدة الصرف. ويعتبر أنسب أماكن الزراعة للبن في مصر الصعيد المرتفع وبعض مناطق سيناء والأراضي الجديدة، بشرط التضليل والري المنتظم. وأفضل أنواع البن المناسبة لجو مصر هو بن الأرابيكا، وهو الصنف الأجود والأكثر طلبا عالميا لقدرته على التكيف مع الظروف المصرية عند توفير الظل. تبدأ زراعة البن في مارس ومايو، كما يمكن زراعته في سبتمبر حيث الجو المعتدل. ويمكن زراعة البن من الشتلات أو البذور، ولكن شرط البذور الطازجة الناضجة غير محمصة أو معالجة للتخزين. تزرع بذور البن في أكياس تربة خفيفة، خليط بيتموس مع رمل مع كومبوست. تنبت البذور بعد 30 إلى 60 يوم من الزراعة، وتنقل الشتلات بعد 6 إلى 8 شهور عندما تصل إلى 30 إلى 40 سنتي. ويمكن نقلها سواء في قصيص كبير أو نقلها بالأراضي المستديمة. تبدأ شجرة البن في الإنتاج بعد 3 إلى 4 سنوات من الزراعة، وتصل ذروة الإنتاج في السنة الخامسة من الزراعة. ويصل إنتاج شجرة البن الواحدة من 5 إلى 8 كيلو بن سنويا. تختلف كمية الإنتاج حسب الخدمة والمناخ وصنف البن المزروع، حيث يكون موعد حصاد البن في مصر خلال شهري يناير وفبراير. بس السؤال المهم، الفدان بيطلع كام؟ والتكلفة كام؟ وهل يستاهل التعب ده؟ ده اللي هنتكلم عنه في الفيديو اللي جاي.